عقب تصريحات قائد منتخب الكونغو الديمقراطية تشانسي مبيمبا بشأن خلافه مع مدرب المنتخب المغربي وليد الركراكي أمس بعد نهاية المباراة التي جمعت الفريقين ضمن منافسات كأس الأمم الأفريقية 2023. قدم الناخب الوطني روايته للحقائق في مقابلة مع صحيفة ليكيب، وقال: قلت لدي سابر مدرب الكونغو الديمقراطية أحضره إلي، إنه يفقد أعصابه، إنه يقول أي شيء. لم يعجبني ذلك لأنه كان يلمح إلى الكثير من الأشياء، وإذا كان لديه صور أخرى غير تلك التي نراها في التلفاز فليخرجهم بكل سرور، وسوف يرى ما حدث بالضبط، وهذا ما حدث. قبل أن أذهب لمصافحته هاجمني أنا ومساعدي على الهامش من قبل. في نهاية المباراة تحدث إلينا بشكل سيء، ودي سابر يعرف ذلك، وفي النهاية على الرغم من ذلك صافحته وقلت له أيضا: لماذا تتحدث معي بهذه الطريقة؟ وفي هذه اللحظة نظر بعيدا كأنه يقول: أنا لا أصافحك. أمسكت بيده كما يظهر في الصور وبدأ بالصراخ. وأضاف الركراكي وقال لي: لقد وصفتني بالأحمق. لا بأس أنه سمع ذلك، على الرغم من أنني لم أقل ذلك أبدا، ولكن من خلال التحدث بالطريقة التي فعلها فهو يشير ضمنا إلى أن تعليقات عنصرية، وهذا غير أمين. وبما أنه يتحدث فقط عن الدين في خطابه فيجب أن يكون صادقا قليلا مع نفسه. ولم يذكر تشانسي مبيمبا في تصريحاته للصحافة تفاصيل المشادة بين أعضاء الفريقين، مشيرا إلى أنه يترك الأمور إلى العدالة الإلهية، وأن لديه مقاطع فيديو من نهاية المباراة. من جانبه أرجع المدرب الكونغولي سيباستيان دي سابر الحادث إلى التوتر المرتبط بارتفاع وتيرة المباراة. وبعد ساعات نشر قائد الفريق الوطني رومان سيس رسالة على خاصية الستر بانستغرام دعا فيها إلى تقديم صورة جيدة عن القارة من خلال هذا الكان.